فيلمنا بيبدأ مع أنا واللي بتكون عايشة مع والدتها وزوج والدتها في بيت واحد، وبتكون أنا متفوقة جدا في دراستها وبتبقى موهوبة جدا كمان في العزف. وفي يوم بتبقى أنا بتعزف في الأوضة بتاعتها، وفجأة بيدخل عليها زوج والدتها وهو سكران وبيقعد جنبها ويبدأ يلمسها، فبتوقف أنا عزف وبيكون في عينيها نظرة حزن، وبيظهر إنه بيعمل فيها كده على طول، ولكن بتحاول تبعد عنه، وبالفعل بيتعصب عليها جدا زوج والدتها وبيرمي اللي تشيله من ايديها وبيضربها ويشتمها هي ووالدتها، وبيقول انهم المفروض يكونوا ممتنين ليه جدا، وبيوقع انا على السرير ويجبرها تقلع هدومها ويبدأ يتحرش بيها. وقبل ما يغتصبها بتحاول انا تدافع عن نفسها وبتزقه بأقصى قوتها، فبيقع زوج والدتها وبتدخل في رقبته ازازة وبيموت، وبتبقى انا منهارة جدا وبيتم القبض عليها ويجي ميعاد المحاكمة. وهنا بتحكي انا عن اللي بيحصل معاها كل يوم واللي زوج والدتها عمله معاها في اخر مرة، وبتقول على الرغم من كده هي ما قتلتهوش بقصد، وانها كانت بتدافع عن نفسها، ولكنها بتتفاجئ ان والدتها بتشهد ضدها، وبتقول ان جوزها عمره ما لمسها وانها بتكذب، وبكده بسبب ان مفيش شهود على جسمها. انا بتقول ان زوج والدتها كان حاول الاعتداء عليها، وبتحكم عليها القاضي بالسجن لمدة بتتراوح من 4 سنين ل9 سنين، وده هيرجع لحسن تصرفها في السجن. وبتنهار انا وبتكون حاسة بالظلم وبسبب والدتها اللي اتخلت عنها علشان جوزها، وبتروح سجن الأحداث وهناك بيعاملوها الحراس معاملة وحشة وبيخلوها تقلع هدومها وبيرشوا عليها مية، وبعدها بينقلوها لزنزانتها، وهناك بتتعرف أنا على شركتها الجديدة في الزنزانة واللي بيكون اسمها جيني، واللي بتكون بنت هادية جدا وطول الوقت بتقرا كتب. فبتسألها أنا على المدة اللي قضيتها في السجن، فبتقول إن بقالها 4 سنين وإن قدامها سنة وتخرج. فبتنهار أنا أول ما بتسمع الرقم ده ومش مصدقة إنها هتقعد طول المدة دي في السجن. وبيجي ميعاد قفل الأنوار وبتنام أنا لأول مرة في مكان غير بيتها. وفي تاني يوم بتبقى أنا نازلة ساحة السجن، وهناك بتكون ماشية لوحدها، وبتيجي بنت اسمها كلودي واللي بتكون رئيسة عصابة جوه السجن، وبتتعامل مع أنا بوقاحة جدا وبتهددها علشان تنضم لعصابتها وإلا هتأذيها، لكن أنا بترفض وبتقول لها إنها عايزة تبقى لوحدها. فبتقول لها كلودي إن كل اختيار له عواقب، وبتسيبها وبتمشي. وبيجي ميعاد الفطار وبتقعد انا لوحدها على الترابيزه، ولكن فجاه بتيجي كلودي وعصابتها وبيهددوها للمره التانية، فبتقول لهم انها مش موافقه وبتقوم علشان تمشي، فبتزقها كلودي وتوقع الاكل من ايديها على الارض، وبتقول لها انها ما ينفعش تديها ظهرها. وبعد شويه بتبقى انا بتنظف ممرات السجن، وفجاه بتيجي كلودي والعصابه بيدخلوها غرفه المنظفات وبيقولوا لها ان ده المكان الوحيد اللي ما فيهوش كاميرات، وبيضربوها وبيقولوا لها انها لو بلغت عليهم عقابها اللي جاي هيكون الموت. وبيتم نقلها لعيادة السجن، وبتحاول المحققة تعرف مين اللي ضربها، لكن أنا بتقول إن المكان كان ضلمة وإنها ما قدرتش تتعرف عليهم. فبتمشي المحققة وبتحاول الممرضة إنها تطمن أنا، وبتقول لها إنها عارفة إنها جديدة ولازم تحاول تتأقلم مع الظروف اللي هي فيها. فبتقول لها إنها مش عايزة أكتر إنها تتساب لوحدها، وبتقول لها الممرضة إنها موجودة في أقذر مكان في الأرض، وكمان بتقول لها لو عندك أي مشكلة ممكن تتكلمي مع فرانك مدير السجن. وبتقرر أنا إنها تتكلم معاه وبتروح لمكتبه، وهناك بيقرأ فرانك الملف بتاعها وبيعرف إنها بنت متفوقة جدا وكان هيبقى ليها مستقبل باهر جدا، وبيقول لها انه عارف انها مختلفة عن بقية المساجين، وبيقول لها انا ممكن احميكي ولكن بشرط. وبتفهم انا ان المدير كان عايز يخش معاها علاقة، فبترفض انا وبتخرج ورا المكتب وبترجع الزنزانة. وهناك بتسألها جيني وبتقول لها ان المدير كان عايز يتحرش بيها، فبتقول لها انا انها تعبت من الناس كلها. فبتتأثر جيني جدا وبتحاول تهديها، وبعدها بتدخل انا لساحة السجن، وهناك بتتعرض لرئيسة عصابة تانية وبتحاول تدافع عن نفسها ولكن ما بتقدرش. وبعدها انا بتقرر تنضم لكلودي وعصابتها وبتروح مكانهم الجديد، وهناك بتمنعها واحدة من حراس العصابة، وهناك بتدافع انا عن نفسها علشان تثبت شجاعتها لأول مرة مع العصابة، وبتطلب من كلودي الحماية في مقابل انها تنضم لعصابتهم. وبتوافق كلودي وبتعمل اجتماع، وبتطلب منها كلودي انها تضرب رئيس العصابة اللي ضربتها قبل كده، وبعدها تسيبها تضربها، وده علشان يصوروا اللي حصل ويغلطوا رئيسة العصابة. وبتديها مشروب وبتدخن معاهم وبتنفذ انا المطلوب منها، وبتضرب رئيس العصابة وبيجروا الحراس يوقفوا الخناقة، وبياخدوا انا في الحبس الانفرادي وبيخلوها تقلع هدومها وتفضل 72 ساعة لوحدها من غير هدوم وحبس انفرادي.
ولما تخلص المدة بيودوها لمأمور السجن، بيقول لها انها غلطت لما رفضت عرضه، وبيجبرها انها تدخل معاه في العلاقة، وده لان اصحابها مسجونين اسبوعين وهي 72 ساعة بس. وبتضطر انا توافق وبتخش معاه العلاقة، وبعد شوية بتخرج انا من المكتب وبتكون حزينة جدا وقرفانة من نفسها، وبترجع الزنزانة وهي منهارة، وبتحاول جيني تهديها، وبتقابل كلودي وبتديها نوع معين من المخدرات، وده بيخليها مش حاسة بوجع، وكمان بتبقى مبسوطة. وبيعدي الوقت وكل يوم تحصل خناقة بين العصابتين، وكل مرة بتخش انا للمأمور وبيحصل معاه علاقة، والفاجر كل مرة يغتصبها وبيقول لها ان لو ما نفذتش كلامي هزود فترة السجن. بتبدأ انا تدمن المخدرات، وبتقول انا لكلودي انها السبب في كل المشاكل اللي هي فيها، فبتخرجها كلودي من العصابة. وفي الوقت ده بترجع انا لجيني، لكنها بتبقى متضايقة منها علشان هي كانت في عصابة كلودي، وبتطلب منها تبعد عنها، وبتحس انا انها لوحدها. وبتيجي والدتها تزورها في السجن، وبتبقى انا مش مصدقة انها جاية تزورها وانها اتسجنت بسببها، وبتضربها امها على وشها وبتقول لها انها كدابة والمفروض تكوني ممتنة ليه بدل ما تقتليه، وهو اللي كان بيصرف عليكي. فبتنهار انا وبتقول لوالدتها انه كان كل يوم يغتصبها من وهي عندها 12 سنة، وانها كانت عارفة وساكتة. فبتزعق لها امها وبتسيبها وبتمشي، وبتقول لها انا ما تجيش تاني، وبتفضل انا تتعرض للعنف، ولما بتقابل اي حد بتضربه وبتعمل معاه مشكلة، وبتدخل تاني لمأمور السجن، وبترجع الزنزانة. وبتنهار انا وبتقول لها جيني ان المخدرات هتدمر حياتها، وبتقول لها روحي لدكتورة السجن الخاصة. وبتيجي كلودي تطمن على انا، وبتقول لها ان البت بتاعت حقنة المخدرات مصابة بالايدز، وبتقول لها انها لازم تكشف، لكن انا بتكون في حالة عصبية وبتضرب كلودي، وبتتضايق منها كلودي جدا، وده لان بتبقى عايزة تساعدها وبتسيبها وبتمشي. وبتحاول جيني تساعدها، وبتشوف انا المدمنين ومبتقدرش تمنع نفسها، وبتروح تقعد معاهم وبتشرب معاهم. فبتيجي كلودي بتمنعها وبتهددها انها هتقتلها لو ما بطلتش، وبتاخد انا ازازة من على الارض، وبتقول انها هتقتل نفسها لو حد قرب منها. ولكن في الوقت المناسب بتيجي القوات الخاصة مع مأمور السجن اللي بيحاول يعديها، وبيقدر واحد من الحراس ياخد منها الازازة، وبيتم حبسها في السجن الانفرادي من تاني. بتستمر في الحبس لمدة طويلة، وبتكون مش عايزة تاكل ولا تشرب، وبتكسر صينية الاكل وبتقطع بيها شرايينها. وبيشوفها واحد من الحراس وبيتم نقلها لغرفة مراقبة المنتحرين، وبتيجي الطبيبة النفسية علشان تكشف عليها، وبتقرر انها تفضل في المستشفى لمدة اسبوعين، وهناك بتبقى الممرضة بتحاول تساعدها، وبعدها بتخرج انا من المستشفى وانها تبعد عن المخدرات. وفي يوم بيستدعيها مأمور السجن وبيقول لها على المواهب اللي بتحصل في السجن كل سنة، وبيجيب لها العازف لحد عندها، وبيطلب منها انها تتمرن من تاني. وبيعرف المساجين ان مأمور السجن بيميز انا عن باقي المساجين، وبيبهدلوا وشها وبتروح العيادة من تاني. وبيجي مأمور السجن يطمن عليها، وبيعرف ان كلودي هي السبب، بيقول لها ما تقلقيش انا هجيب لك حقك، وبيلمسها في رجليها. وبتاخد الممرضة بالها انها بتعمل معاها علاقة دايما. ويجي ميعاد عرض المواهب وبتعزف انا، وبيتأثر كل المساجين. وبعدها بيجي فرانك وبيقعد مع انا لوحدهم، وبيقول لها الشهر اللي جاي فيه مسابقة، وانها لو سمعت كلامه هيخرجها من السجن. وبتفرح انا وبترجع زنزانتها، وهنا بتحكي لجيني اللي حصل، لكن بتقول لها ما تصدقيش فرانك ان هو كذاب ومش بيوفي بوعده. وتاني يوم بيجي جواب لأنا وميعاد الجلسة، وبتفرح انا جدا، ولكن بتكون خايفة ان فرانك يكون كذاب. فبتروح تحكي للممرضة، وبتقول للممرضة انها هتوصل الخبر لقريبها واللي بيكون شغال في منصب حكومي كبير. وبيشوفهم المأمور وهما بيتكلموا في كاميرا المراقبة، وبيقول انه لازم ينتقم من الممرضة، وبتخلي 2 مساجين يضربوها، وبتفهم انها رسالة من المأمور، وبتهدده انها هتبلغ عنه، وبتجهز حاجتها علشان تخرج. وفجأة بيخرج عليها 2 تانيين وبيقتلوها، وده بيبقى امر من المأمور. وتشوف انا اللي حصل، وبتعرف ان المأمور هو السبب، فبتخاف انا وبتطلب المساعدة من كلودي، وبيتفقوا على فرانك لانه بيتحرش بكل بنات السجن. وبتوافق كلودي وبتديها المسجل الخاص بيها علشان تسجله وهو ما في العلاقة، وبتروح المكتب وهناك بتقدر تسجله من غير ما ياخد باله. بعدها بيجي ميعاد الجلسة، وبيشكر فرانك انا جامد جدا، وفي النهاية كلامه بيقول لهم انها لازم تقعد شوية في السجن. وبتصدم انا وبتعرف ان جيني كان عندها حق وانه كذاب. وقبل ما القاضي يحكم بتوريهم انا الفيديو، وبتصدم اللجنة وبتؤمر الحراس بالقبض على فرانك، وبيتم تحويله للتحقيق. وبيعتذر القاضي بنفسه على اللي حصل لها، وبيقرر انه يطلق سراحها. وبتخرج انا اخيرا من السجن، وبتستقبلها والدتها اللي بتكون قالت للقاضي ان بنتها مظلومة، وبتكون هي السبب في الجلسة واللجنة اللي جت. وتقدم
بتقدم انا على منحة في معهد الموسيقى، وبتدخل الاختبارات وبتنجح وبتكون من اشهر التشيلو في العالم، وبيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو منك.